عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. يا حبايبي عاملين ايه؟ قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت كلنا ندعي لفلسطين، ربنا ينصرهم يا رب، ربنا ينصرهم يا رب وياخد حقهم يا رب يا رب، النصر لفلسطين يا رب. اول حاجة تعالوا نعمل مع بعضينا القرص الطرية. معلش يا جماعة الصوت، انا مضايقة جدا وزعلانة جدا على فلسطين، فربنا معاهم يا رب. تعالوا نعمل بقى والله القرص على الشعب طول. المصري. انا جبت معايا كوبايه من الميه الدافيه، نزلت عليها بمعلقتين من الخميره، نزلت عليها بمعلقتين من السكر، وهقلب جامد 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 كده بالمضرب لحد ما تدوب. بعد كده نزلت عليها بربع معلقه، يعني بذره معلقه من الفانيليا، وخمس معالق من الزيت، خمس معالق بالظبط. وبعد كده نزلت بكوبايه ميه دافيه، الميه دافيه لبن دافي سوري، اللبن دافي والميه برضو كانت دافيه. وبعد كده نزلت بكوبايه من السمنه الدافيه، ونزلت عليها بمعلقه من الخل، وكل ده هتقلبيه دايرة كده مع بعض. هتفضلي تقلبي شويه وايه، وتقومي نازله بالدقيق. الدقيق بتاعي كان الكيس، بس سبته فيه حبه، يعني انا يعني نزلت اقوله بحوالي 3/4، وسبت حبه وقلت هعجن العجينه، لو احتاجت هحط تاني. عندك قشطه حطي، عندك زبادي حطي، عندك يعني بصوا دي اللي هي القرص الطريه، اي حاجه دسمه عندك. هتقلبي بقى وتقعدي تبسي كده زي ما بنقعد نبس كده. اهم حاجه يا جماعه، اللي ما عندهاش العجان هتقعدي تعملي كده زي ما انا بعمل. تمام، يمين وشمال ويمين وشمال. يبقى انا جبت كوبايه ميه دافيه، نزلت عليها بمعلقتين خميره، نزلت عليها برشه فانيليا، نزلت عليها باربع معالق من السكر، بخمس معالق من الزيت، برشه من اللهم صل على النبي من الملح. وهتقلبي جامد جامد زي ما انتوا كنتوا شايفين كده. وبعد كده الخميره، وبعد كده قصدي الخل. وبعد كده قمت جايباها عجناها بقى ايه، وصكوا كوبايه سمنه دافيه. الدقيق انا نزلت ب3/4، احتاج تاني انا هديها دقيق. بعد كده انا كنت مخليه من معيار الكوبايه، كنت مخليه معايا يا دوبك اقل من الربع شويه عشان اعجنهم في الاخر. جبت طبعا عندي اديته رشه كده من الزيت عشان العجينه تبقى معايا مرنه كده وجميله. بالكم بصوا العجينه، وهسيبها ترتاح قيمه نص ساعه بالظبط، نص ساعه وهرجع لها تاني. غطيتها ورجعت لها. بصوا بقت عامله ازاي، كانت بسم الله ما شاء الله الله اكبر، كانت جميله جدا. لو انتوا معايا لحد هنا متنسوش تصلوا على الرسول وتدعوا لاهالينا في فلسطين بالنصر يا رب. انا جبت العجينه بتاعتي وهفردها كده على المفرش بتاعي وهقطعها 4/4. يبقى العجينه بتاعتي هقطعها 4/4 زي ما انتوا شايفين. بصوا كانت مختمره وجميله ازاي. انا هجيبها بقى وامسك كل واحده اعملها كوره كوره. اول حاجه هعملها زي ما انتوا شايفين كده، واقوم حطاه. انا دي جبت قلت عايزه اعمل فيها كام واحده كده بالعجوه. جبت العجوه بتاعتي، نزلت عليها بمعلقتين من السمسم ورشه من القرفه، وهنزل عليها بمعلقتين من السمنه عشان تخليها مرنه كده. وهقلب كل ده كله على البارد، مش هحطها على النار. هتقلب على البارد وتمسكوا كل واحده تعمليها كوره زي النن بتاع العينك الاسود ده. هتعمليه كده بالظبط وتكوريها وتحطيها زي ما انتوا ايه شايفين كده بالظبط اهو. شايفين مفيهاش اي صعوبه. انا عملت جزء كان بالعجوه وجزء كان عادي، مش مشكله ولا معضله. بعد كده جبت معايا هعمل كل واحده من اللي انا مقسماهم دول الرول. هعملهم هقسمهم حسب الحجم اللي انت عايزاه، وهمسكها كده وافضل بقى اجيبها يمين وشمال ويمين وشمال لحد ما الاقيها بقت ايه كوره معايا حلوه ومرنه. بس اهم حاجه الحته اللي بتقفلي منها دي، مش الحته دي اللي انت تفردي منها. وهتمسكي تكوريهم تكوريهم زي ما انتوا ايه شايفين المنظر ده. بصوا العجينه اصلا كانت بسم الله ما شاء الله، كانت هي اللي مساعداني من جمالها يعني. انا مسكتها واحده واحده. هتبداي تفردي بقى كده بايديكي، تفردي تفردي بايديكي. ايوه تمسكي بقى تجيبي العجوه بتاعتك. بصوا عشان ايه ما ناخدش وقت، فردت كام واحده رصيتهم، وبعد كده رصيت عليهم ايه اللهم صل على النبي العجوه بتاعتي، وهتفرديها كده. وبعد كده هتقومي جايه بقى لما يمين وشمال ويمين وشمال، وقوم ايه ومقفله يا ست الكل يا ست الحلوين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا رب النصر لفلسطين يا رب، اللهم امين. وهتمسكيها وتكوريها زي ما انتوا شايفين كده. خلاص انا فردتها، لازم تفرديها عشان ما تبقاش مكلكعه كده اهي. بصوا اهو بالمنظر دوت. وبعد كده همسكها كور كور، واقوم ايه مبططاها بايديا. انا كده خلاص خلصت. فبجيب بقى كل واحده بقوم جايبه السكينه بتاعتي، ومديها كده ايه تقطعتين تقطعتين زي ما انتوا ايه شايفين من بالمنظر
اللطيف ده. طبعا انا كنت مشغلها الفرن على درجة حرارة 180، بس اول ما تخش هشغلها على 200 يا دوبك تاخد الاقيها اخدت لون من تحت. هقوم مطفيه من تحت وايد عليها الشوايه، انا مش بتطول في الفرن. يبقى الفرن يبقى قاعد على 180 180، وبعد ما تخش اخليه 200. هتاخد معايا اللون، بس كل شويه تدوري الصاج، يعني الصاج ما تخلوش أو اول ما يخش يبقى هو لا، تفضلي كل شويه تدوريه. وبعد كده هتف من تحت وتقيدي الشوايه لحد ما تاخد اللون الحلو اللي انت عايزاه. عايزه اقول لكم كانت جميله وكانت طعمه وكانت تحفه. ده كان الفيديو النهارده، فيديو القرص الطريره. الفيديو عجبك ما تنسينيش في اللايك والشير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.